له. رغم ذلك لا يكاد يهدأ في راس ذلك الصوت الغامض الذي يحثه باستمرار على التدريب. يمتلئ سيون بالحماس لكنه يتوقف حين يدرك فجأة بأنه لم ينزل الدرج منذ عامين، فيقرر أن ينتظر حلول الليل ليبدأ تدريبه بعيدا عن أعين الناس. وحين يأتي الظلام يثبت سيف على ظهره ويشرع في الركض، رغم أن السقوط يتكرر به مرارا وتكرارا، ومع ذلك يصعد وينزل السلم مرارا حتى يبلغ حد الإرهاق. عندما يوشك على الاستسلام تعود إلى ذهنه صورة معذبيه فتشحذ عزيمته وتدفعه للمواصلة. تتلاحق الأيام ويتطور سيون بشكل مذهل من عجزه على أداء حركة واحدة إلى قدرته على تنفيذ 100 حركة تكرارا وهو يحمل السيف. وهنا يسأل ذلك الصوت داخل رأسه بصوت واضح: ما الغاية من كل هذا؟ ليرد عليه سيون قائلا له بأنها الانتقام. بعد وقت قصير تأتي الممرضة مجددا، لكن هذه المرة تحمل خبرا جديدا. طبيب كتب في تقريره أن سيون سوف يتعافى تماما ولا شيء يمنعه من العودة إلى المدرسة. يفاجأ سيون بالخبر بل ويغضب منها أيضا، فيقف أمامه قائلا له بحزم: لا أنوي العودة أبدا. لا تخاف الممرضة منه بل تندهش من تغيره الجسدي، فقد ازداد طولا وتحول جسمه النحيل إلى جسم عضلي مفتول وكأنه شخص آخر تماما. لكن هذا لا يشغله طويلا، فهو يعود الآن للتدريب فورا. وفي إحدى جلساته تفيض في ذهن ذكريات غريبة تنتمي لحامل السيف السابق وتظهر له معلومات جوهرية. إن تمكن من تدوير السيف 10,000 مرة متتالية فسوف يوقظ وعد السيف، وهي قوة لا متناهية يحق له وحده اكتسابها. يغلي في قلبه الحماس من جديد ويقسم ألا يتوقف حتى يحقق ذلك الحلم. وهنا تتقدم القصة سريعا إلى سنة لاحقة، حيث نرى سيون يشاهد نشرة الأخبار التي تعلن عن تعيين رئيس جديد للبلاد. يبدو الأمر عاديا لكنه ليس كذلك، الرئيس الجديد هو أحد المعتدين عليه، وبمجرد توليه المنصب يصدر أوامر فورا باستدعاء ابنه وبقية المعتدين للعودة إلى الوطن. وسرعان ما نراهم ينزلون في المطار: جون ودهون وتشانو ويون هيوك وسو وفتاة تدعى يوجي. وبينما يتجهون إلى منازلهم يبدأ البعض منهم بالتخطيط للانتقام من سيون. أنا مساكين لا يعرفون ما الذي ينتظرهم. في هذه الأثناء يكشف بأن العضوين المتبقيين كانوا في اليابان، حيث التقيا بعصابة ياكوزا، وذلك لتدبير مؤامرة جديدة ضد سيون. في هذه الأثناء يكتشف سيون خبر عودتهم عبر منشور كتبه أولئك الأوغاد على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقول بأنه ينقصهم 2 فقط لكي نجتمع جميعا من جديد. فيرد سيون بإعجاب وهمس في نفسه: أنا أيضا أتمنى أن تجتمعوا جميعا. لا ينتظر كل من تشانو ويون هيوك طويلا، فيرسلان بلطجيان لزيارة سيون. يصل هؤلاء إلى النيابة ويظنون أن تصفية شاب وحيد أمر سهل جدا، فينزل أحدهم واثقا من نفسه ويصعد السلالم ويقوم بالدخول إلى الشقة. حين يفتح الباب من تلقاء نفسه لكنه لا يعود، فيرسل رفيقه ليبحث عنه، وفيما يقف عند الباب يجر سيون من عنقه إلى الداخل بحركة واحدة. يمر اليوم التالي ولا خبر من البلطجية، فيبدأ تشايون ويون هيوك بالاتصال بهم بقلق شديد دون أن يعلم أن الاثنان قد تعرضا للضرب المبرح. يتصل تشانو بعمه الذي له صلات مع عصابة البلطجية ليشكو له، ويصدر العم أمرا فوريا لزعيم العصابة بالذهاب شخصيا لمعرفة ما قد حدث. يصل الزعيم إلى النيابة فيجد آثار وجود رجاله لكنهم قد اختفوا تماما، فيدرك أن هناك خطرا حقيقي